اهلا وسهلا. السلام عليكم ومساء الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناه بسيطه يومياتي من الباديه ولا من الدوار. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. مرحبا بالاخوات اللي يلا انضموا للقناه ولا اللي يلا كيشوفوا القناه، ومرحبا 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 حتى بالاخوات اللي كانوا معايا. وقلت لكم البنات كنحب حتى بالبنات اللي دائما معايا ومسانديني. بارك الله فيكم كلكم، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم من عنده باي حاجه زوينه. ايوا مرحبا بكم. بديت معكم الروتين في الصباح. كنت صورت معكم هذا الفيديو صراحه فيه ضجيج كتير ديال البنات، صافي داكشي علاش حيت ليه الصوت. هنا البنات في الصباح غسلت الماعن هنا كيف ما كتشوفوا لابافو مازال فيها داكشي ديال القهوه، داكشي عزكم الله. خاص داك الشبكه ديالو تنقى، داك القادوس يتنقى. خويت فيه شويه ديال السانيكرو وشويه ديال الجافيل وصافي خليته غير باش تحيد فيه هذيك الريحه ديال الماعن والريحه ديال الدقيق وداكشي اللي كيتغسل. راكم عارفين راه النعمه كتنزل مع داك القادوس وكتعطي عزكم الله هذيك الريحه. هنا جيت نشارك معكم العجينه ديال الخميره البلديه، راني مستمره مازال كنعجن بها دائما كيف ما كتشوفوا البنات. العجينه اللي كتكون مرخوفه كتكون بنينه، عرفتوا راه ما تشبعوش من الخبز ديال الخميره البلديه. تما كورت البنات العجينه ديالي وحيدت الخميره البلديه كيف ما كتشوفوا كنديرها في هذه البواطه ونغطيها ونخليها حتى الصباح الثاني ولا في العشيه. وقت ما بغيت نعجن صافي وليت مدمنه عليها صراحه. كنعجن العجين بلا ملحه حيت اصلا هي فيها شويه ديال الحموضيه وهي كتجي بالدقيق ديال القمح ديال الدار البنات، ولكن غربلناه في الطاحونه. وصراحه هو بحال الا قلتو جمع الخميره البلديه، ماشي بحال هذاك الدقيق الاخر اللي كيكون شويه. هذا اش غادي نقول لكم، يعني بحال الا خدمها كيجي معاها وكتعطي المفعول كتير وكتعطي المفعول اللي هو ديال الخميره. تقول واش الخميره هذه الروميه؟ ايوا صافي صراحه الخبز ديالها كيجي بنين. هنا غادي نشعل المقله ديالي ونخبز ان شاء الله الفطور ونرجع معكم نكمل معكم. راه في هذه الاثناء البنات راني كندير شي تحت شي، واخا تشوفوني كنصوروا هادشي راه ما كنصورش معكم كلشي، راه الواقع ماشي هو هادشي اللي كنشاركو معكم. كاع اللي عنده شي محتوى في يوتيوب راه ماشي داكشي اللي كيشارك هو حياته. دابا انا في هذه اللحظه هذه راه ديجا شعلت الماكينه ودرت الحوايج كيدوروا، جمعت شحال من حاجه في الدار اللي جيت باش نصور معكم هذه اللقطه هذه. وانا من بعد ما كملت الخبز ديالي ها هو شاركته معكم كيفاش كيجي. هذا راه تبارك الله ديال الخميره البلديه، ولكن راه كنعطيو وقت البنات كنعجنو فوقت في الصباح باش كنفيق الفجر كنعجن الخبز ديالي. الحمد لله ولله الحمد راني مواظبه على صلاه الفجر، وكنحفزكم البنات اللي ما كتصليش الفجر فوقتو تجتهد ودير النفس وتصلي فوقتو، غير صلي فوقتو وردوا عليا. بالنسبه للبنات اللي ما كيصليوش فوقتو، قلت لكم البنات اللي يعني كنقول لكم التجربه ديالي انا، ماشي زعما كنمن عليكم ولا كنبان عليكم ولا لا، بالعكس هادي راه الحاجه زوينه. زعما كنذكركم الاخوات اللي ما كيصليوش هكا الفجر في الوقت، الله يسمح لينا والله يغفر لينا وليكم يا ربي. تحاول انها تنوض وتصلي الفجر في الوقت، واكيد غادي تدي على هذيك النسمه ديال الصباح. والله الا النسمه ديال الصباح عرفتوا واحده كتحسي بواحد الطاقه جسديه، يعني الطاقه الجسديه البنات ما تاني عقلكم ما يمشي بعيد. المهم كتحسوا يعني براسكم بخير وكتحسوا بالحياه مقاده كامله، واخا تعوجات من شي بلاصه راه كتحسوا بها مقاده. والحمد لله تقرب من الله راه ما كاين محسن منه. الحمد لله على نعمه الاسلام. وغير كنذكركم البنات كيف ما كيقول لنا الذكرى تنفع المؤمنون.
يعني غير كنذكركم صافي نذكروا بعدنا جميع كل وحده الا عندها شي افاده ولا شي حاجه تخلي علينا في التعليق. المهم والله الا كنحاول غير نشارك معكم هاد التجربه اللي هي زوينه بزاف واللي حفزني اكثر واكثر. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا صورت معكم الجو ديال الباديه في العشيه كيفاش كيكون. صراحه كيكون الجو مهدن الحمد لله والجو نقي وصافي كيهدن النفس. صافي هنا جيت غادي نشارك معكم اللبسه ديالي شنو لبست للجامعه البنات شنو لبست اليوم. اكيد غادي كنلبسوا اللبس متحشم واللبس اللي كيليق بالجامع، راكم عارفين راه هذيك بيت من بيوت الله، ماشي غادي نلبسوا شي حاجه اللي مثيره للعينه ولا شي حاجه. المهم لبست العبايه ولبست فوق منها هادي وصافي الشان ديالي ولا الفولار ديالي صافي عقد عاديه وصافي كيف ما كتشوفوا العبايه ديالي صافي تقشرات والصنداله اللي هي نقيه شي حاجه اللي كتليق كيف ما قلت لكم بالجامع الحمد لله ولله الحمد. واحد التجربه اللي كانت زوينه بزاف والله الا واحد التجربه اللي عمرت بها وقتي وكانت واحد التجربه ايجابيه والله. كانت واحد الخطوه اللي هي زوينه بزاف والله. كنت في الاول ما مقتنعاش قلت ما كاين لاش شنو غادي ندير عندهم انا اصلا قريه وداكشي، ولكن سبحان الله فاش كتعمري الوقت ديالك والوقت الفراغ فاش كتعمريه في شي حاجه بشي حاجه زوينه شي خدمه درتيها ولا هكا شي اللي قريبه لشي دار القران تمشي تحفظ القران ولا شي صنعه في يديها ولا شي حاجه راه مزيان. صافي هنا حاولت نشد لكم زعما الطبيعه كيف ما كتشوفوا الجامع. هنا كنت كنقول لكم راه هنا هو الجامع فاش كنقرا. صافي الجو كيف ما كتلاحظوا قلت لكم الجو معتدل ما بارد ما سخون الحمد لله. صافي جيت لهنا غادي نحيد هاد الحوايج نهز الشبكه بعدا ونحيد هاد الحوايج. المشيشه ديالي الصغيره هو تابعني حتى لهنا كنحيد الحوايج. المهم الجو ديال الباديه هو هذا. الدجاجات لقيتهم حدايا هكا باش يدوروا وانا نجمع دوك الحويجات ونرد الكاس ديال القهوه راكم عارفين العشيه هذه. ونشوفوا ثاني شنو غادي نسميو العشاء. والله الا تشهيت غير شي شعريه مطيشه ان شاء الله هي اللي غادي نديرها للعشاء ان شاء الله. داكشي اللي قلتي لا قالها الله ان شاء الله. صافي هنا حيدت الحوايج تقريبا راه الحوايج كتار تبارك الله الشبيكه عمرها حتى الفم. قلت لكم البنات صبرنا في الصباح قلت زعما غادي نصبروا دغيا ونحيدو الساعه نص النهار الحوايج داو لينا نص النهار والله الا داو لينا نص النهار. ايوا ما عندنا ما نديرو الحمد لله. والله بالنسبه لي عندي الدراري الصغار ما عنده غير يصبر حتى يكبروا صافي تبارك الله. ولا حتى حنا نيت الكبار دابا فوق البرد اللي يقلع عليك العرام ديال الحوايج. والله العظيم كان لبسو حنا نيت في هذا البرد والله الا كان لبسو مزيان وكنقلعو كل نهار ودغيا تبارك الله كتعمر ليك الشبيكه. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نرد الحريره ونشارك معكم هذه الطريقه. ما عمرني جربت هذه الطريقه ولا مره غادي نجربها. الحميص عندي اصلا مفزق وكنت طيبته شويه حيت داك الحمص البلدي الرقيق اللي كيكون شويه قاصح باش يطيب. صافي ودرت العدس ودرت الفول ودرت واحد 3 الحبات ديال المطيشه هذاك الشيء اللي عندي في الثلاجه وواحد البصله وصافي كندير العطريه كيف ما كتشوفوا. درت لا شويه ديال الخرقوم الابزار ملحه وشويه ديال الزيت بلديه ايوا صافي. المهم الحريره درت حتى شويه ديال السكنجبير راه هو باش ما ننساش البنات. صافي زعما كديري هذيك المطيشه وداكشي كديري حتى كتصفري عليه الكوكوت من بعد كتخرجيه كطحنيه في الكاس. واخا صراحه هاد الطريقه شفتها عند بزاف ديال الاخوات ولكن صراحه ما عجبتنيش الطريقه. من الاحسن نديرو الطريقه العاديه اللي مولفين كنديروها كنحكو مطيشه ونحكو البصله ونديروها من الاول وصافي ونشحروها ونزيدو كلشي ويطيب ويزيد. هاد الطريقه باش خايبه راه ما كتبان لك مطيشه واخا ديري كيلو ديال المطيشه راه ما كتبان لك الا ما زدتي مطيشه الاخرى المعلبه. وانا ما كيبغوش ليا بزاف هذيك مطيشه المعلبه ولكن والله الا زدتها. وهنا كنزيد الكرفسه البنات. الكرفسه عندي ما نيمته ايوا صافي درت كلشي في الطنجره ديالي درت الماء سديت عليها وخليتها
طيب صافي، حتى هذا زدت ليها مازال الشعريه، ودورتها بالدقيق ديال الذره ماشي الذره الذره البلديه. ايوا صافي، من بعد ما طابتها هي صراحه جات زوينه، والله الا جات زوينه. هنا كنحيد ليها هاد الكشكوشه، كنحيد كثيره في هاد الكشكوشه. بالنسبه لديك مطيشه والبصله راه حيدتها البنات وطحنتها بداك المانيت فاش طايبه، خليتها ولكن حتى بردات، حيت عندي هنا مولينيكس ديال الزاج، وداكشي علاش ما خليتها حتى بردات، فهمتوا، باش ما يطرطقش ليا الكاس صافي. وكانت تجربه زوينه الصراحه، دوزات وقتها، ولكن ما غاديش نعاود ليها مره اخرى، ما نعاودش ليه بهذه الطريقه هذه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم الروتين. هادشي اللي كاين البنات، كيف ما داز النهار ديالي شاركته معكم. صافي انا درت البيض البلدي غادي نسلقوه في الماء كيف ما كتشوفوا، غادي نردو يتسلق، والحريره ديالي هي طبت ماشي موجود. اللهم ديمها نعمه في ضمن الزوال يا رب. صافي البنات، هادشي اللي كاين. السلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله، وكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم.